فلاحيا تمر قرابة السنة على أولى محاولة تصدير لعدة منتجات فلاحية، إلا أن الواقع اليوم لا يعكس حقيقة الخطاب الرسمي الذي يعد في كل مناسبة على ضرورة تنظيم عملية التصدير. أحمد بوطاف وعبد العالي رحومة. الطيب مصدر جزائري من ولاية الوادي نجح في إقناع متعامل خليجي لتصدير 25 طنا من البطاطا، إلا أن بيروقراطية الإدارة حالت دون ذلك بعد تعفن المنتوج مما خلف خسائر باهظة. راهي غادرة وتصدر هالبطاطا هذه وجيدة وفي نوعية جيدة وخالية من كل الأمراض ومليحة. وإذا به تفاجأنا من دبي بورقة خسروا لنا ورقة فيها إتلاف مواد غذائية وبس. بعد مدة نتاع شهرين ونص ولا 3 أشهر هي في الطريق، بعدنا ننتظر قعدت فايت شهر ولا شهر ونص وهي في مالطا ما تحركتش. الله أعلم بها، يعني قاموا بالاتفاقية نتاع 7 ديجري نتاع البرودة نتاعها، أما ما قاموش الله أعلم بها. المهم المتضرر الوحيد هو أنايا. هي محاولة تصدير فشلت كالعديد من التجارب السابقة، لا تعكس حقيقة وعود السلطات لتشجيع العملية، والتي تبقى إلى حد الساعة مقتصرة على مبادرات فردية. قاموا بتسهيلات اداريه بصح ما تكفيش. وانا قلت لك ما كانش حاجه اللي راح تتصدرها وما عندكش ارضيه ولوجستيه، تسهل وما تسهلش. لما نسهل شوف البطاطا هذيك اللي هضرنا عليها العام اللي فات، كنا يعني ننام ونستيقظ على تصدير البطاطا. احنا يعني في ذاك الوقت والله العظيم كنا احنا قلنا خلاص خرجنا من الغرقه كما يقولوا يعني بالمثل الشعبي. ومن بعد في الاخير نلقاو بلي 2000 ولا 2300 طن اللي تصدرت، مام با حتى 800 الف دولار، يعني حاجه ديريزوار اللي ما كانش كاع. احنا رجعناها يعني حاجه كبيره. لا، هل الحكومة فشلت في تنظيم عملية التصدير للتخلص من دهنية ريع المحروقات، أم أن تعافي أسعار النفط أنسى صناع القرار الفكرة؟